بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المنتخب العراقي صاحب بطل 25، وان شاء الله ب 26 هم يتكرر هذا النجاح ان شاء الله. وبالنسبه يعني للواعيب وهذا اختيارات مدرب، ما تقدر يعني تناقش هذا الشيء. صح احنا كل جمهور نتمنى هذا اللاعب او هذا ذاك اللاعب، ونتمنى اي حارس نفس الشيء، بس هو اختيارات مدرب واحنا لازم نتوافق وياها. واحنا كل جمهور كان يريد الواعيب جدد، تقريبا هسه 6 7 الواعيب جدد، حراس 2 جديدين. كنا نتمنى علي كاظم الحارس الزاخو همين وياهم، من ضمنهم محمد قاسم من ضمنهم، بس هاي اختيارات مدرب، وان شاء الله توفق بالبطوله وهم ناخذها. مو صعبه علينا، لان كنا احنا اول العام يعني بطوله 25 يوم كنا متوقعين احنا راح ناخذ البطوله، والحمد لله اخذناها ونجحت بها. واول شيء هسه بالجديد البرهان دابوا على قناه الكاس، يعني قالوا ما تجي بعد بطوله كجماهيريه وكتنظيميه مثل بطولة البصرة اللي صارت 25، ونشكر الاتحاد بذاك الوقت يعني هسه الموجودين والواعيب، ونشكر كل الاعلام اللي كان موجود، وان شاء الله التوفيق للمنتخب العراقي ان شاء الله. علي العزيز، هل ترى اللاعبين المحترفين اضافه جيده في تشكيله المنتخب في امان الاخيره؟ احنا نقول المحترفين هم نفسهم عراقيين، والمحليين نفسهم عراقيين. احنا نكون الافضل، كل لاعب يكون الافضل، هذا يستحق المنتخب، يستحق منتخب. اذا كان محترف او مغترب او محلي، دولة كلهم ولد البلد. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لهم بالبطوله ان شاء الله يقدمون اللي عندهم، والبطوله ان شاء الله عراقيه.